السلام بنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله كومبرومي تتم لا فينيسيون ديال البسطيله اللي بدينا في الحلقه الماضيه. واليوم ان شاء الله غادي تركزوا معايا باش نشوفوا لا فينيسيون ديال البسطيله المغربيه اللي شرفناها بهذا الزواق كيف ما كتشوفوا، اللي كنتمنى ان شاء الله يهز بالبسطيله المغربيه. كيف ما غادي تلاحظوا وتشوفوا معايا هنا بعد ما طيبت البسطيله، شوفوا ديك لاصوص اللي زدنا مع الورقه كيعطاتها واحد اللون زويون. هنا غنقلبوها في التبصيل ديال التقديم ان شاء الله. وكيف ما غتشوفوا معايا هذا ماشي حرقه البنات، خص البسطيله شويه تحمر باش تجي الورقه كتكال. من بعد البنات غندهنوها بالعسل وغنخليوها جانبا حتى تشوفوا معايا لا ديكوراسيون باذن الله. كيف ما غتشوفوا ان شاء الله هنا غادي نزوقها ببيض السمان اللي غطستو في العسل ودوزتو في لي بيستاش. نتوما لكم النظر ديروا اللي بغيتو البنات، كيف ما كتشوفوا بهذا المنظر بهذه الطريقه. وهادو البريوات اللي صوت معكم الاسبوع اللي فايت دوزتهم في العسل ولي زاموند ايفيلي وخشيتهم في دي بيك باش غنزوقوا. ودابا ان شاء الله غننظف البسطيله ديالي باش تبان بالجماليه ديالها وتبان الوريقه دوغي ومقرمشه باذن الله تعالى. كيف ما غادي تشوفوني باذن الله باش ندخلوا مباشره في الحشوه ديال البريوات. غادي ننظفوا بهذه الطريقه. شفتوا كي كتبان الوريقه غزاله ومحمره ومقرمشه جميله جدا ما شاء الله. هنا البنات بالنسبه للحشوه ديال البريوات كيف ما وعدتكم البنات، هنا عندي معلقه ديال الزيت، عندي بلوتو 200 غرام ديال اللوز محمر البنات ومطحون، زدت معاه 20 غرام ديال الزبده، 50 غرام ديال السكر كلاصي، معلقه ديال لويل دو سيزام ديال زيت ديال السمسم او معلقه السمسم مطحونه انا عوضتها لكم، وسميتو شويه ديال المسكه حره وشويه ديال القرفه البنات. كنقول مليحه ضروري كنخلطوا البنات الكل حتى نتحصلوا على بريوات كيف ما شاهدتوا معايا. صدقوني يا البنات الا حيدتوا زيت السمسم وزدتوا معلقه ديال الزنجله المطحونه غادي يجي لو ميكساج اكثر من رائع. صدقوني يا البنات غادي يجي الذوق ولا اروع ولا الذ. غنحركوا بهاد الكيفيه، واللي بغات تشوف معايا الطريقه باش صوبت البريوات غيبان، غنحط لكم الرابط في صندوق الوصف ولا غتشوفوه ان شاء الله يبان لكم فوق الشاشه بهذه الطريقه. كيف ما كتشوفوا ما جاريش وماشي خفيف قابط راسو وحتى الحلاوه ناقصه البنات. هنا غنوريكم كيفاش تصوبوا لا كورون اللي زوقت بها. كناخذ ان سيلندر هذا كيقدني في 3 ديال البسطيلات كيهز ليا 3 كورون. كندير فيه كناخذ الكنافه كندهنها بالزبيده كندورها على لو سيلندر والفائض كنقطعو بالمقص كنقبطها بهكذا بواحد الفيليل ديال النشير او بشي حاجه كيف ما كيبان لكم نتوما، ونحاول ندهنها بالزبيده ونلوي عليها لو بابي الومنيوم ونخشيها البنات في الفران حتى تحمر وطيب. هاد لو سيلا تقدروا تاخذوا ان سيركل ديال لي زونترومي اي سيركل بغيتو نتوما تخدموا به. انا خديت ان سيلندر لانه كيهز ليا 3 كورون وكيجيني ساهل باش يخرج ليا 3 ديال لي كورون دقه واحده. بعد ان شاء الله ندخلها الفران حتى تحمر ان شاء الله وغتخرج ليا بهذا الجماليه لا كورون. غندهنها بالعسل البنات ونغبر عليها اللوز ايفيلي. وبالنسبه لو بابيون هذيك سيت اون توش ديال فدوى، درت ان بتي بابيون بالنوغا اللي فيها 150 غرام ديال سنيده، 150 غرام ديال الجلوكوز درتهم كراميليزيتهم وزدت عليهم 130 غرام ديال اللوز ايفيلي واحد المعلقه ديال لي بيستاش. كيف ما كتشوفوا البنات طريقه من بعد ما دهنت البسطيله ديالي بالعسل غبرت عليها لي زاموند ايفيلي حطيت لا كورون في الوسط ودرت لو بتي بابيون. هنا كندور نستف البريوات البنات. من بعد ما كنصاوب لا نوغاتين كنطلقها في واحد الرخامه كندهن رخامه بالزيت كنطلق لا نوغاتين ديالي وكنبقى ندير نفاصوني في اي زواق بغيت يا وريضه ولا نفاصوني النوغاتين وهي سخونه باش نقدر نتحكم فيها. الوسط البنات كنعمرو ببيض السمان
كنتمنى البنات على ان هاد لا فينيسيون وهاد الطريقه باش شرفنا اليوم البسطيله المغربيه بلا توش ديال الام فدوى تنال اعجابكم. وكنتمنى البنات انكم كل وحده يعني كنتمنى نشوف بعدا لا ديكوراسيون في مواقع التواصل، ونحيدو نقصوا شويه من قوه السكاكر، ها السكر كلاصي ها القرفان بدلوا شويه نلبسوها حتى هي مسكينه شي قفطان مضمه اللي غادي تبارك الله تبان فيه بهذه الجماليه. كنتمنى البنات انني نكون وفيت بالوعد ديالي وقدمت لكم كل ما هو جديد في البسطيله المغربيه. البنات الى عجبتكم لا فيديو حاولوا دعموها، و على بروشين فيديو بحول الله تعالى البنات. وشكرا جزيلا على لي لايك ديالكم وعلى الدعم ديالكم.